تفتكر ممكن قوة عسكرية مهولة متحالفة من المغول والصليبيين والأرمن تتهزم في معركة واحدة قدام جيش استلم قيادته لسه جديد؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الموضوع هنا مش مجرد انتصار عادي، دي كانت معركة اسمها عين جالوت الثانية بتهديدها وحجمها، وحصلت في سنة 1281 ميلادياً. تقصد معركة حمص الثانية طبعاً. دي كانت بعد ما المغول حاولوا يرجعوا مجدداً بقيادة منكو تمر بعد بيبرس ما كسر شوكتهم. بالظبط، بس المرة دي كانت أكتر شراسة. المغول جايين بجيش ضخم بيوصل ل 80 ألف مقاتل، مش بس من الإلخانات، دول معاهم نجدة من الكرج والأرمن. والأخطر من ده كله إنهم كانوا متحالفين مع بقايا الصليبيين في الشام، وده بيوريك قد إيه الخطر كان حقيقي ومزدوج. القائد في اللحظة دي هو السلطان المملوكي المنصور قلاوون، اللي ورث العرش بعد بيبرس، وكان لازم يثبت نفسه في أهم اختبار. قلاوون ده اللي كان أصله مملوك زي بيبرس، إزاي قدر يجمع جيش بالسرعة دي ويواجه التحالف المرعب ده؟ كان عنده حنكة سياسية غير عادية. الأول استقر على الجبهة الداخلية واستدعى الأمراء كلهم، حتى الأمير سنكر الأشقر اللي كان معارض ليه. وده بيأكد إن وقت الخطر الحقيقي الكل لازم يتوحد، وده كان درس من دروس الدولة المملوكية دايماً. وكمان عمل معاهدات مع إمارات الفرنجة في عكا وطرابلس علشان يضمن حيادهم وما ينضموش للمغول، وبكده عزل المغول. استراتيجية ذكية جداً، ساب المغول يتقدموا لحد ما وصلوا الحمص عشان المعركة تكون على أرضه هو عارفها كويس. جيش قلاوون كان أقل عدداً، حوالي 50 ألف مقاتل، لكن الروح المعنوية كانت عالية. أنا سمعت إن في بداية المعركة كفة المغول هي اللي رجحت، خصوصاً بعد ما ميمنة جيش المغول كسرت ميسرة جيش المماليك. دي اللحظة اللي بتغير مجرى التاريخ. الأمير سنكر الأشقر نفسه هزم وقواته فرت. الموقف بقى حرج جداً على السلطان قلاوون. يا الله، يعني كان فاضل خطوة والجيش كله ينهار ويسقط الشام ومصر في إيد المغول؟ لكن قلاوون كان بطل زي بيبرس وأكتر، ثبت في قلب الجيش زي الجبل ورفض إنه يتراجع، ونادى في جنوده: أيها المسلمون، إن بيوتكم وأولادكم ونساءكم وبلادكم ليست إلا خلف هذه المعركة، اثبتوا. الثبات في أصعب الظروف هو اللي بيصنع النصر. أكيد صموده ده بتشجع الباقيين. أيوة، وبدأ يوجه فرقة خاصة من المماليك، ودي كانت المفاجأة، بالهجوم على قلب الجيش المغولي بقيادة منكو تمر نفسه. يعني استخدم تكتيك الصدمة المفاجئة في اللحظة اللي المغول كانوا فاكرين إنهم انتصروا فيها خلاص. منكو تمر اتصاب في الهجوم المباغت ده، وهنا حصلت اللخبطة والانهيار في صفوف المغول. قلب جيشهم بدأ ينسحب بسرعة، وده خلى ميمنة المغول اللي انتصرت في الأول تنعزل وتلاقي نفسها متحصرة لوحدها. نصر ساحق للمماليك في أكتوبر 1281 ميلادياً. المغول اتهزموا هزيمة منكرة ما شافوهاش من أيام عين جالوت. ومن كتر ما أباء خان كان غضبان على أخوه منكو تمر، قال له: لما لم تمت أنت والجيش بدلاً من الهزيمة؟ الانتصار ده ما كانش عسكري بس، ده كان إثبات للقوة وتأكيد إن دولة المماليك هي الحصن الأخير ضد المد المغولي. وبالفعل أظهر قلاوون إنه وريث بيبرس ونجح في حماية الشام، وأصبح المماليك هم القوة الأقوى بلا منازع في المنطقة. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.